تعتبر العزلة الطويلة من الأسباب الرئيسية للاكتئاب، في حين أن العلاقات الصحية تلعب دورًا جوهريًا في التغلب على هذه الحالة. إن أهمية العلاقات الاجتماعية تؤثر بشكل كبير على الصحة النفسية للأفراد. تشمل العلاقات الإنسانية أنواعًا متعددة، بدءًا من العلاقة مع الذات وصولًا إلى العلاقات مع الآخرين. ومن هنا، فإن التعرف على كيفية إدارة هذه العلاقات يعتبر أمرًا حيويًا لتطوير مهارات التواصل الاجتماعي. إن الوعي بوجود الله يؤثر بشكل عميق على طريقة تعاملنا مع الآخرين، فهو يدفعنا إلى السعي لإرضاء الله في جميع تعاملاتنا. هذا الوعي يعزز العلاقات الإنسانية ويساهم في تحسينها بشكل ملحوظ. العلاقة مع النفس تتطلب تقدير الذات وقبولها، ويتطلب ذلك تحقيق التوازن بين المظهر والجوهر. فما هو التأثير المحتمل لهذا التوازن على رفاهيتنا النفسية؟ تعتمد العلاقات الإنسانية على التعاون والتبادل، فكلما زادت مهارات الفرد زادت قيمته الاجتماعية. لذا، يتبادر إلى الذهن: ما هي المهارات التي تعزز هذه العلاقات وتساهم في بناء مجتمع صحي؟ يلعب الإدراك الذاتي دورًا كبيرًا في تعزيز الصحة النفسية، إذ أن الفجوة بين المظهر والواقع قد تؤدي إلى مشاعر سلبية. فكيف يمكننا التغلب على هذه الفجوة لتحسين جودة حياتنا؟ تظهر التجارب السلبية في الطفولة تأثيرًا واضحًا على كيفية تقدير الشخص لنفسه. لذا، من المهم أن يفهم الفرد كيف ينمو ويتطور بعيدًا عن هذه التأثيرات السلبية. يواجه الأشخاص الذين يعتمدون على آراء الآخرين في تحديد قيمتهم الذاتية تحديات عديدة في الحفاظ على صحتهم النفسية، وبالتالي يجب علينا تعلم كيفية تعزيز ثقتنا بأنفسنا لنتمكن من مواجهة هذه التحديات. يعد قبول الأخطاء جزءاً أساسياً من تحقيق التوازن الذاتي، ولذا ينبغي علينا اعتبار الأخطاء فرصاً للتعلم والنمو بدلاً من أن نصاب بالخزي أو الفشل. يتناول تأثير الإلحاد والعلمانية على العلاقات الإنسانية، حيث يؤدي غياب القيم الروحية إلى تدهور العلاقات. هذا الواقع يفسر ضعف المعايير الأخلاقية في مجتمعاتنا. هناك علاقة واضحة بين الفردانية والشعور بالأمان، حيث يمكن أن يؤدي التوجه الفردي إلى بعد الأفراد عن أسرهم، مما ينتج عنه شعور عميق بالفقدان. وهذا يتناقض بشكل جلي مع الحاجة للأمان العائلي. تتعلق فكرة العولمة بكيفية تأثيرها على الهوية المحلية، حيث يتم استبدال القيم الثقافية التقليدية بالقيم العالمية. وهذا التحول يؤدي إلى فقدان التنوع الثقافي الذي يعتبر ضرورياً لتعزيز الهوية الفردية. تتطلب العلاقات الإنسانية اللطف والتفاهم، إذ أن التفاهم يسهم في تعزيز الروابط الاجتماعية. لذلك، يجب أن نتذكر دائماً أهمية اللطف في حياتنا اليومية لتحقيق التوازن النفسي. قد يؤدي التدرج من الإنسانية إلى تفكك العلاقات، كما يتضح في مجالات مثل المستشفيات، فعندما يتم التعامل مع المرضى كأرقام فقط، يتم انتهاك قيم الإنسانية. ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تقليل الحواجز الاجتماعية، لكنها في الوقت نفسه زادت من صعوبة بناء العلاقات الإنسانية. نحن نعيش في عالم موجه نحو الاحتياجات، مما يؤثر سلباً على تفاعلاتنا اليومية. إن الحب بين الأهل والأبناء يتطلب جهداً مشتركاً من الطرفين، حيث يعتمد حب الأطفال على ما يقدمه الآباء لهم من دعم ورعاية. وهكذا تبرز أهمية التواصل الإيجابي في هذه العلاقات. تؤثر التكنولوجيا الحديثة سلباً على العلاقات الاجتماعية، إذ أصبح التواصل عبر الخدمات الافتراضية يفتقر إلى التفاعل الإنساني والاهتمام المتبادل بين الأفراد. من الضروري أن نفهم أن العلاقات ليست مجرد واجبات، بل إنها تتطلب إنسانية وتفاعل حقيقي لبناء روابط قوية ومستدامة بين الأفراد. يمكن أن يعزز التفسير الجيد للأفعال العلاقات ويقلل من النزاعات، مما يجعلنا نتفهم الآخرين بصورة أفضل. وهذا الوعي يساعد في تطوير علاقات صحية ومؤثرة. عندما يتعامل الأفراد مع بعضهم، ينبغي أن يكون لديهم وعي بمدى تأثير تصرفاتهم على الآخرين، مما يعزز من العلاقات الإيجابية ويسهم في تنميتها. توجد أنواع مختلفة من العلاقات، وكل نوع يتطلب مستوى معين من الالتزام والاحترام. إن فهم هذه الأنواع يسهم في تحسين كيفية التعامل معها ويعزز من التفاهم. يؤثر الشعور بالوحدة على الراحة النفسية، حيث يوفر الزواج توازناً عاطفياً كبيراً. لذلك، يعتبر وجود شريك الحياة ضرورة لمواجهة تحديات الحياة. يجب أن تنظم العلاقة بين الرجال والنساء وفقاً للضوابط الشرعية، إذ إن تجاوز هذه الحدود يؤدي إلى علاقات غير صحية.
الالتزام بالتعاليم الإلهية هو السبيل لتحقيق علاقات سليمة. يعتبر التوازن في العلاقات مهماً لتجنب الفوضى العاطفية، حيث يمكن أن تؤدي العلاقات المؤقتة إلى مشكلات خطيرة إذا لم يتم إدارتها بشكل سليم. اختيار الأصدقاء والعلاقات بعناية يعزز الصحة النفسية. يتحدث الفيديو عن عدد العلاقات التي يمكن أن يتحملها الفرد، حيث يشير إلى أن العلاقات العميقة قد تصل إلى 151. ومن هنا يجب أن نكون حذرين في كيفية إدارتها لضمان الاستقرار النفسي. يستعرض الفيديو كيفية التعامل مع الأعداء في العلاقات، موضحاً أن وجود أعداء هو جزء طبيعي من مجريات الحياة. لذا يجب أن نتقبل هذا الواقع ونستفيد منه لتعزيز قوتنا. يركز الفيديو على الفرق بين الحب والتعلق، حيث يشير إلى أن التعلق قد يؤدي إلى معاناة نفسية. بالتالي يجب أن نكون واعين لهذه الفروق لنحمي أنفسنا من التأثيرات الضارة. يلعب الصبر والالتزام دوراً رئيسياً في تجاوز التحديات الزوجية، مما يسهم في تجنب الانفصال بسبب الخلافات البسيطة. لذا يعتبر الصبر فضيلة تتطلب ممارسة مستمرة. طرح الأسئلة الصحيحة في بداية العلاقات يمكن أن يقلل من المفاجآت السلبية. من المهم جداً استكشاف القيم والأهداف الشخصية لكل طرف لضمان توافق المستقبل. في العلاقات المتعثرة ينبغي أن نكون مسؤولين وكرماء في تعاملنا مع الآخرين، فهذه القيم تعتبر أساسية لتحسين جودة العلاقة بشكل كبير وتحقيق السلام الداخلي.